بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الأحد الأخير في السنة القبطية، عام 1739 للشهداء، وآخر حد كنيسة بتقرأ علينا الجزء الشهير من إنجيل معلمنا متى إصحاح 24، واللي فيه التلاميذ سألوا المسيح إلهنا: ما هي علامات انقضاء الدهر؟ وزي ما حضراتكم سمعتوا في الجزء اللي اتقرأ علينا، المسيح إلهنا أعطى بعض العلامات اللي منها بيشار إلى مجيئه وانتهاء هذا العالم. وحسب ما المسيح إلهنا قال إن هتكون في تلك الأيام ضيقة عظيمة، والموضوع هيبقى صعب، وهيحصل اضطرابات كثيرة، وهيحصل حتى في البيت الواحد اضطراب. لكن خليني النهاردة أخد معانا الجانب اللي يفيدنا إحنا. ربما بعضنا ممكن ما يلحقش هذا اليوم، ربما بعضنا يلحقه، محدش عارف. لكن هو الخلاصة اللي المسيح إلهنا طلبها مننا من هذا الموضوع هو إن أنا أكون مستعد في أي وقت. جه النهاردة، جه بكرة، جه كمان شوية، ربما زي ما ده آخر حد في السنة، ربما يكون ده آخر قداس لينا، محدش عارف. لكن الشاطر اللي يفهم ويكون مستعد في أي وقت. جه في أي وقت أنا جاهز يا رب. ويحب الله لما بيطلب مننا الاستعداد، هو الاستعداد القلبي. أنا جاهز أكون أروح السماء ولا لا؟ هو ده السؤال اللي تسأله لنفسك كل يوم الصبح، وتسأله لنفسك أيضا كل يوم بالليل قبل ما تنام. لأن ربما الواحد فينا يحط راسه على المخدة بالليل ما يقومش الصبح. دي حاجة ما نعرفش نضمنها. فعشان كده اسأل نفسك السؤال ده، وأنا أسأل نفسي السؤال ده. لو ربنا دلوقتي قال لي تعالى أنا عايزك، أنا جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز بمعنى أن أنا نقي القلب ولا مش نقي القلب؟ لأني أحب زي ما المسيح إلهنا قال لنا كده في الموعظة على الجبل: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. محدش يا أحب هيقدر يشوف ربنا إلا الإنسان النقي القلب. مش بكترة مجيتنا الكنيسة كده وخلاص كعادة، مش بكترة ما احنا يعني اسمنا مسيحيين كده وخلاص، لأ. قال لك: ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. السماء ليها أصولها، والسماء ليها ناسها اللي هيخشوها. من ناحية المكان، الله أعد لكل واحد فينا مكان باسمه، وكل واحد ليه ميراثه في السماء باسمه. بس الشاطر فينا اللي ياخد الميراث ده أو يتخلى عنه. تخيل حد جاء قال لك، اتصل بيك كده وقال لك: يا فلان، انت كان ليك حد من قرايبك بعيد عنك ما تعرفوش، ساب لك باسمك ميراث كبير، هتعمل ايه؟ هتقول له هاخد ازاي الميراث ده؟ هيقول لك لازم تيجي وتعمل وتشوف وتسوي والكلام ده كله. هتلاقي نفسك بتجري عشان تاخد هذا الميراث. فإذا كان هذا الميراث هو أرضي بنعمل عنه كده، أمال الميراث السماء نعمل عنه إيه؟ الله يا أحبة يقول كده: أنا أعطيتكم السماوات، في بيت أبي منازل كثيرة. أنا عايز السماء دي كلها أملاها بولادي. يقول لك: أنا اديتك السماء وعملت اللي عليا. أنت عملت إيه عشان تاخد السماء دي؟ فكر كده النهاردة، مثلا أقرب يوم ليا امبارح، يوم السبت امبارح، أنا عملت إيه في خلال اليوم ده يؤهلني إن أنا آخد السماء؟ عملت إيه؟ بمعنى بسيط، لو أنا النهاردة الصبح جم يصحوني عشان أنزل القداس ما صحتش،
على فكرة احنا مشكلتنا ان احنا بنفتكر ان صحياننا الصبح ده امر طبيعي، يعني لازم بنام بصحى. لا، ممكن تحط راسك ما تصحاش. لغاية هذا اليوم العلماء احتاروا ولم يجدوا تفسيرا لسيكولوجية النوم، ان الانسان يجيله وقت يحط راسه ينام ويصحى. الحتة دي مش فاهمين تفسيرها ايه، وايه القوة اللي بتخليك تصحى. يعني ربما ساعات ما حدش يصحيك، ساعات انت تصحى لوحدك. ايه القوة الدافعة اللي بتخليك تصحى؟ محدش عارف تفسيرها لغاية النهاردة. فأيضا ممكن ما تصحاش، نسبة 50-50، مفيش حاجة بتزيد عن التانية. ممكن أصحى وممكن ما أصحاش. فلو أنا النهاردة ما صحيتش الصبح، ربنا استرد وداعته، يا ترى هقف قدامه بأي شكل، بأي وضع؟ هل سلوكي، تصرفاتي، حياتي اللي فاتت قدام ربنا لما يكشفها تؤهلني لدخول السماء؟ هناك يا أحبة ندائين ليس لهما ثالث. يا إما يقال لنا أيها العبد الصالح والأمين ادخل إلى فرح سيدك، يا إما هيتقال لنا أيها العبد الشرير والكسلان اذهب إلى مكان إبليس وجنوده. هما ندائين. يا ترى أنا هيتقال لي أنهي نداء؟ الموضوع يا أحبة مش في علم الغيب، الموضوع في إيدي أنا مقضي حياتي على الأرض شكلها إزاي، هي اللي على أساسها هيتحدد النداء في السماء. الشيطان يقعد يعمل إيه؟ يشغلك على الأرض بأي أمر، بأي أمر يشغلك، شغل، بعمل، باستثمارات، بمشاريع، بأمور كلها أرضية. بس زي ما أنت سمعت النهاردة من الإنجيل اللي اتقرأ علينا، هيقول لك الشمس ضوءها هيطفي، والقمر هيطفي، والنجوم هتتساقط، وقوات السماء تتزعزع. كل الكاتدرائيات والكنائس الحلوة اللي انتوا شايفينها دي كلها تتهد. كل مشاريعي، كل اهتماماتي، كل الأمور اللي أنا كنت مشغول بيها على الأرض راحت فين؟ راحت فين؟ قاعدة هنا. يقول لك هيبقوا 2 موجودين في الحقل، واحد هيختطف والتاني قاعد، 2 قاعدين على حجر رحى، واحدة هتختفط والأخرى تقعد. يا ترى أنت من أنهي واحدة؟ من أنهي واحد؟ من الذي يختطف ليقابل المسيح في السماوات عند مجيئه الثاني، أم إنك تفضل على الأرض وتنتهي على الأرض مع انتهاء الأرض؟ ما تنشغلش يا حبيبي في حياتك على الأرض بأي أمور أخرى، لأني ربما ما عيش عشان أكمل الحاجات دي. والمسيح إلهنا لما جه وصف هذا الرجل الغني اللي كل ما مخازنه تتملي يهدها ويبني مخازن أكبر وأكبر أكبر، قال له كده، قال له يا غبي لمن أعددت كل هذا؟ الليلة تؤخذ نفسك منك. عملت اللي عملته ده لمين؟ كلنا يا أحبة بنيجي نحضر انتقالات لأحد أحبائنا، بيبقى موجود قدام باب الهيكل هنا متمدد كده، أخد معاه حاجة؟ خدش معاه حاجة خالص، خدش معاه حاجة. أخد معاه حاجة واحدة بس، أعماله الحسنة أو السيئة اللي طالع بيها من الأرض، هي دي اللي طالع بيها. لكن ولا عرف ياخد معاه فلوس، ولا عرف ياخد معاه صحة، ولا عرف ياخد معاه أي حاجة كان بيعملها على الأرض، كلها اتثابت على الأرض. فعشان كده بقى ربنا بيقول لك من فضلك فوق فوق. لما جه قال اطلبوا السماء، حط كلمة، قال أولا، قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، رقم 1. زي ما بقول لك يومك ماشي ازاي؟
في شغل، في أعمال، في كل حاجة بتعملها عشان العيشة تعيش معك، لكن أولا فين؟ أولا فين؟ هل في أي حاجة اتعملت عشان ملكوت السماء؟ ما هو حط أولا دي ليه؟ كان ممكن الآية يقول اطلبوا ملكوت الله وبره وكانت تمشي. ليه يا رب حطيت كلمة أولا؟ بيقول لك عشان لما تفتح عينك الصبح قول له أشكرك يا رب إنك اديتني يوم في حياتي زيادة عشان أعمل حساب لأولا دي، عشان أحط السماء دي رقم واحد في حياتي. يومك النهاردة هيمشي إزاي بعد القداس لو ربنا اداك عمر؟ هل فيها أولا؟ هل فيها أعمال بتبعتها للسماء تقعد لك لما تيجي تقف قدام ربنا يبقى في حاجة تشهد لك عشان تسمع الصوت الحلو؟ ولا ما عنديش حاجة، هخش إيد فاضية قدام ربنا؟ من فضلك ما تخليش الشيطان يسرقك بأي أمور. صدقوني أنا عارف هنطلع من النهاردة بعد القداس هننشغل تاني زي كل يوم وخلصت الموضوع، بس أخاف إن الواحد يندم، أخاف يندم ما يصحاش وانت قاعد في شغلك تركن راسك ما تقومش، عامل حساب للساعة دي والوقت ده ولا مش عامل حسابك عليه؟ ياما بنرمح في الدنيا يمين وشمال بس مش فكرين خالص في الوقت ده. نقول لسه العمر، لسه أنا بصحتي، لسه بعرف أتحرك، لسه بعرف أفكر في مشاريع، لسه بعرف أدي. لا يا حبيبي، ياما بنشوف دلوقتي شباب بيسافروا، أطفال بيسافروا. لسه سامع من يومين عن شاب حاجة طول بعرض وجسم، وهو كان في الجيم على طول وصحته زي الفل، حاطين صورته في الجنازة، يسموها بلغة الشباب دلوقتي بادي بيلدينج كده، يعني عامل عضلات وشاب لسه، حاطين صورته في الجنازة وهو متمدد في الصندوق ميت. ما كانش يعني بيشتكي من أي مرض خالص. مراته بتصحيه الصبح ما صحيش. طب كان تعبان؟ لا. كان بيشتكي بأي مرض من الأمراض العصر؟ لا، بالعكس ده كانت صحته زي الفل. ودي أبو أنت شايف الصورة شكلها إيه، بس ما صحيش. الله استرد ودعته. أنت متخيل إن اللحظة دي ممكن تجي لك ولا مش متخيلها؟ ما هو الشيطان هيقعد يخبيها عنك، يقول لك لسه يا عم، ما انت اهو بتنام وبتصحى، هو ايه اللي جرى يعني؟ ما انت يومك شغال اهو، شوف شغلك، شوف حالك، كبر واعمل. طب والسما؟ لا لا، مش وقتها دلوقتي، لسه معانا وقت. ولما يجي الله يسترد وداعته يقعد يضحك عليك في السماء، يقول لك ضحكت عليك، ضحكت عليك. حبيبي من فضلك فكر وفكري، خلي اللحظة دي تبقى في بالك انها اخر لحظة. أمنا إيريني كانت تقول كده، تقول لما برفع رجلي على درجة سلم بعتبرها إن دي آخر درجة، ربما ما أعرفش أرفع رجلي على الدرجة اللي وراها. حط في بالك إن دي آخر لحظة هتعيشها، ده آخر قداس هتحضره النهاردة، هتصلي فيه إزاي؟ تخيل إن ده آخر قداس. ربنا اداك عمر وحضرت واحد تاني، اعتبره هو آخر واحد. صحيت الصبح في أي يوم اعتبره إن ده آخر يوم تصحاه. حطيت دماغك آخر مرة تنام فيها، هتقول إن أنا هصحى أقابل وش المسيح على طول. خلي في بالك دايما اللغة دي لغة الاستعداد، عشان ربنا لما يجي يقول لك أنا عايزك في أي وقت قول له أنا جاهز.
جاهز يا رب في أي وقت، بس الجاهزية دي تكون بحاجة تليق بالسماء، بأعمال تليق بالسماء. تكون باعت قبل ما تطلع فوق، باعت ليك أرصدة في السماء بدل ما بتعمل أرصدة على الأرض. باعت ليك في السماء أرصدة. لما تطلع فوق قول له يا رب افتح الرصيد اللي لي عندك. يفتح السفر يلاقي أعمال حسنة كثيرة. يقول لك أنت جميل، كنت أمين في الحاجات الصغيرة اللي أنا اديتها لك على الأرض، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ما أجمل يا أحبة الفرح العظيم اللي ربنا مجهزه لنا. بلاش تروح الناحية التانية أرجوك. كل نفس هتهلك الله بذل دم على الصليب من أجلها. قول له يا رب أنا بعمل حساب للسماء في كل خطوة وكل عمل وكل دقيقة على الأرض أنا عايشها. أنا عارف يا رب إنك أنت اديتني الحياة على الأرض عشان أرتب السماء. الله يا حبيب الصبح لما بتصحى يقول لك افتح إيدك، خد 24 ساعة في إيدك، وريني هتعمل بيهم إيه. بتعمل بيهم إيه ال 24 ساعة دول؟ زي ما بقول لك خد مثال امبارح عشان يبقى أقرب حاجة لذاكرتك. ربنا اداك امبارح 24 ساعة، عملت بيهم إيه عشان السماء؟ أو إيه اللي في اليوم ده اتعمل عشان السماء؟ فكر. ربما في بعضنا، مش عايز أقول اليوم كله بقى عشان السماء، ناس بالنسبة لها أولا ده شيء كبير، بيكنز ليه كنوز في السماء. 24 ساعة هو حاطط ربنا رقم واحد حتى وهو شغال. لأن العمر مش مضمون يا أحبة، صدقوني مش مضمون. يمكن ربنا بينبه أي حد فينا، العمر مش مضمون. كان عندنا هنا من فترة أحد أحبائنا، كان يوم حد زي كده وجي حضر القداس، كان يقعد في خامس سادس دكة هنا، حضر القداس عادي خالص وتناول، روح البيت سافر السما. ممكن يكون آخر قداس ليك. جاهز ولا مش جاهز؟ السؤال ده مش أنا اللي هسأله لك، أنت تسأله لنفسك. جاهز ولا مش جاهز؟ ربنا يديكم نعمة، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.